من امتحانه بكره وعمال يسكرول في الفيديوهات علشان يلاقي اي كلمه تنفعه في الامتحان. بما انك طالب في اولى ثانوي وامتحانك بكره ومحتاج اي حاجه تنفعك في الامتحان، فاحنا جايين النهارده نبلغك باهم اسئله متوقعه تلاقي زيها في الامتحان. بس يا صديقي بصراحه علشان تستفيد من الفيديو دوت اقصى استفاده، فانت لازم ترجع للفيديو بتاع امبارح اللي هو شرحت لك المنهج كله في ساعة ونص تقريبا، وهتستفيد استفادة كبيرة حتى لو انك ما تعرفش اي حاجة في المنهج. تسمع الفيديو كويس وتيجي تحل معايا النهاردة وتدخل بكرة الامتحان وتسيب لي تعليق في الفيديو وتقول لي انا مش عارف انت عملتها ازاي. يلا بينا. يا مصر كم حنت اليك قلوب، وكم ارتوى من راحتيك حبيب. يا مصر يا ام الجميع ضممتهم، فتلامست في راحتيك جنوب. كم دق ناقوس وصاح مؤذن، وارتاح في حضن الهلال صليب. نوع المجاز المرسل، المجاز المرسل اللي عندك في المنهج قلنا نعمل ايه؟ خلي بالك انا مش هحل السؤال كده وخلاص، لا، انا جاي اقول لك ان دي اسئله مهمه وتحلها ازاي. قلوب مجاز مرسل ازاي بقى؟ قلت لك تحدد. هو جاب قلوب، هو بيسالك في قلوب. طيب كان المفترض يجيب ايه؟ وتمسك الكلمتين وتشوفهم هو اني من المجاز المرسل زي ما قلت لك امبارح، تحدد ما بين العلاقتين. هو قال فوق يا مصر كم حنت اليك قلوب، هو قصده قلوب ولا قصده؟ هتقول لي لا يا استاذ قصده اشخاص، يبقى تمسك كده كلمه قلوب وتمسك اشخاص. هو جاب قلوب وعاوز اشخاص. طيب مش قلوب دي واشخاص جزء وكل؟ جزء وكل صح كده. طيب طب انت عندك ايه؟ عندك جزئيه وعندك كليه وعندك حليه وعندك محليه. طب القلب ده جزء من الجسم تبقى جزئيه. العاطفه المسيطره على الشاعر، الشاعر هنا بيشعر بايه؟ بالحنين لوطنه، صح كده؟ صح كده. طيب تعال بقى نتكلم. لا يؤثر في نفسي من الناس الا. يا ترى اختار، عشان الناس دايما متعوده على الاعراب، فهنا جاب لك بقى تشكيل ملتزما بالفتح ولا ملتزم بالضم ولا ملتزمين بالكسر ولا ملتزمين باليهنون. قلت لك امبارح انك عشان تحل اي سؤال فيه استثناء بالا لازم تعرف الاول ايه؟ قول معايا. لازم تعرف مش عارف يبقى ارجع اسمع الفيديو. لازم تعرف نوع الاسلوب، لازم تعرف نوع الاسلوب. في عندك لا وعندك الا، شيل لا وشيل الا واقرا. يؤثر في نفسي من الناس ملتزم بالخلق. لايقه يا استاذ، تبقى ناقص منفي. طالما ناقص منفي يبقى يعرب حسب موقعه. يؤثر، مين اللي بيؤثر؟ الملتزم، يبقى الملتزم تعرب فاعل، يبقى تختار الكلمه المرفوعه عشان الفاعل بيبقى مرفوع، تختار المرفوع. من الاسئله المهمه قوي، هاتان شجرتان. ناس كتير قوي واقفه تقول ايه؟ كبيرتان. لايقه شجرتان كبيرتان، لا مش كده. هو عاوز اسم مقصور. اساسا كبيرتان لما تشيل الالف والنون تفضل كبيره، وكبيره مش اسم مقصور اصلا. طب كبيرتين ولا كبريان ولا كبريين؟ في ناس برضه هتختار كبيرتين وهي مش كده، لانك لما تشيل الالف نون لازم تفضل عندك اسم مكسور كبرى، شيل نون لازم تفضل عندك اسم مكسور كبرى برضه. طب اختار مين فيهم بقى؟ لازم على حسب الاعراب. هاتان شجرتان، الوصف بقى بتاعهم يبقى نعت هيتبع اللي قبله، فاللي قبله دوت مرفوع يبقى ديت هتبقى مرفوعه تبقى كبريان. وخلي بالك بقى من الكلام اللي هو ايه؟ مثنى كبرى يبقى كبريان مش كبرتان. مثنى عظمى تبقى عظميان مش عظمتان. مثنى مستشفى تبقى مستشفيان مش مستشفتان. مثنى صغرى تبقى صغريان مش صغرتان. خد بالك، افتكر اني انا نبهتك عشان وانت قاعد بتحل بكره تفتكر الكلمتين دول. من الاسماء المنقوصه، الناس بقى بتنسى موضوع الاسماء المنقوصه ده، مش فاكر هو منقوص ولا مقصور. المنقوص يا سيدي اللي بيكون اخره يه، وغالبا اللي هي بتبقى محذوفه، اخره يه بتنطق يه. عظمى اخرها يه؟ لا، ده اخرها الف. خلا اخرها يه؟ لا. عسى اخرها يه؟ لا. هنا يجي يقراها ايه؟ راء، مش اسمها راء، ده انا حاطط لك تنوين اهو
عشان اعرفك ان هي كان اصلها رائي وليه حذفت، يبقى هي دي. العلم والايمان فكلاهما طريق التقدم. كلمه كلاهما تعرف ايه؟ في ناس اول ما تشوف كلمه كلاهما تجري على طول التوكيد، لا، اساسا العلم والايمان خلصت، فكلاهما بدا جمله جديده، تبقى مش توكيد، يبقى تعرف حسب موقعه. مش بدا جمله جديده يبقى مبتدا. الفعل يدعو، لما اجي احط له نون نسوه، من الاسئله المهمه قوي، يدعو، يرجو، يسعى، اجي احط له نون النسوه. انا كنت قايل لك امبارح ان نون النسوه، انت عارف كل شويه اقعد اقول لك، قلت لك امبارح، عارف ليه؟ لان محاضره امبارح ديت محاضره بجد، محاضره بعمرك. اقول لك ايه؟ محاضره انت لو ما سمعتهاش هتطلع ندمان من الامتحان، فضروري لازم تسمعها لانك هتتبسط بجد. متخيل ان انا ملخص لك منهج السنه في ساعه ونص، وجاي بقول لك يلا اسمعها وتعالى حل، هتبقى في حته تانية وتسمعها بتركيز. الفعل يدعو مسند لنون النسوه، كنت بقول لك ايه؟ نون النسوه ده ضمير ايه؟ تقول لي متحرك يا استاذ. ويدعو ده ايه؟ فعل ناقص يا استاذ. هل المتحرك بيغير مع الناقص يا استاذ؟ هتقول لي لا يا استاذ. فتنزل زي ما هي وتحط لها النون، ما تغيرش اي حاجه، يبقى يدعو تحط لها النون تبقى يدعون، ما تغيرش اي حاجه. ليس للمرء في حياته مهما كثر الاصدقاء الا. عايز تحط هنا تحط ايه بقى؟ افتكر تاني ان طالما عندك الا يبقى عشان تحل لازم تعرف نوع الاسلوب، ما تنساش اشيل ليس واشيل الا واقرا. لو ما نفعتش يبقى تم منفي، لو نفعت يبقى ناقص منفي. والاعراب طبعا انت عارف طالما نوعه كذا يبقى اعرابه كذا. للمرء في حياته مهما كثر الاصدقاء اولو القلوب الصافيه. الجمله ماشيه. يبقى الكلمه اللي هتتحط هنا طالما ماشيه تبقى ناقص منفي، يبقى اللي هتتحط هنا هتبقى تعرب حسب موقعها. والاعراب فيه فكره جامده على فكره. مش بدأ بشبه جمله، يبقى ده اسم ليس مؤخر عشان عندي ليس، لكن لو ما كانش فيه ليس كان يبقى مبتدا مؤخر. المهم اسم ليس مؤخر او مبتدا مؤخر الاثنين بيبقوا مرفوعين، يبقى تختار الكلمه المرفوعه اللي هي كلمه ايه؟ اولو. وقول لي دي في نفس الوقت، قول لي كده، اكتب لي في التعليقات، هي ملحق بالمثنى ولا ملحق بجمع المذكر السالم ولا ملحق بجمع المؤنث السالم ولا مثنى مش ملحق ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. من الاسماء الممدوده افتكر وانت قبل ما تحل السؤال، افتكر والاسم ممدود كان الاستاذ قايل اخره ايه؟ اخره الف همزه، بس شرط، خد بالك من الشرط، لازم يكون اخره قبل الالف همزه حرفين او اكتر. مبادئ اخر همزه الف همزه لا، الف همزه بس قبلها حرف واحد يبقى ما ينفعش. جلاء الف همزه وقبلها حرفين يبقى دي اللي تنفع. لكن نائن، اصلا نائن دي ايه؟ انا اصلا كنت كاتبها لك في الشرح امبارح، نائن اصلها نائي اللي هو بعيد، والياء محذوفه عشان كده حاطط مكانها كسرتين. طيب قطعه مهمه برضو حلوه. ان ارقامنا العربيه الاصيله جزء من نسيج لغتنا العربيه. على فكره هتتعلم في قطعه القراءه ديت اسئله حلوه قوي، وهتتعلم افكار حلوه قوي. فهي متجانسه في ذاتها ومتجانسة كذلك مع حروف لغتنا بصورة كاملة وتامة. أما الأرقام الغربية المستعملة في أوروبا والتي ظهرت أول ما ظهرت في الأندلس بعد ظهور أرقامنا العربية الأصيلة بأكثر من 3 قرون ونصف قرن، فغير متجانسة في ذاتها وغير متجانسة بصورة مقبولة مع حروف اللغة العربية. وهذا يعني أن الأرقام العربية الأصيلة وليدة حضارة واحدة هي الحضارة العربية بعكس الأرقام الغربية. فالتمسك بالشكل العربي الأصيل للأرقام تمسك بالعربية التي هي أحد أهم عناصر هويتنا. أما الأرقام الغربية المستعملة في أوروبا والتي طوعت لا طورت من أرقامنا العربية فإن قبولها عند من نبذ الحرف العربي تمهيد لنبذ الحروف العربية ذاتها. كلمة متجانسة عايز المرادف بتاعها؟ عارف انت اكيد
كل اللي قاعد هيستبعد دي ودي. تيجي تقول لي ايه؟ بص يا استاذ بقى اهو، متوافقه ومتشابهه، الاثنين شبه بعض. اهو ده بقى يا استاذ اللي بيحيرني في الامتحان، انا مش عارف اعمل ايه. الاثنين شبه بعض، اقول لك استنى، طب ما تطلع فوق كده تاني. ما انا عايز المعنى منين؟ من الكلمه اللي فوق. مش ما تاخدش معنى الكلمه من هنا، خدها فوق. تعال شوف كلمه متوافقه، متوافقين مع بعض ولا متشابهين؟ تعال شوف فوق. بيقول ان ارقامنا العربيه الاصيله جزء من نسيج لغتنا. الارقام جزء من نسيج اللغه، فهي متجانسه في ذاتها. بالله عليك، متجانسه يعني متشابهه؟ يعني الارقام شبه بعض، ولا متوافقه يعني فيما بينهم علاقه كده؟ صح، يبقى متوافقه. يبقى الموضوع انت بس لو شغلت دماغك وخدتها وطلعت فوق، شلت دي وحطيت دي، المعنى هيجي لك. فالمعنى ما ينفعش تجيبه ابدا من الكلمه، تطلع فوق وتجيبه من الجمله. الفكره الرئيسه في العباره هي، خلي بالك بقى لما اجي اسالك السؤال بتاع الفكره الرئيسه، اوعى شوف اللي موجود فوق وتروح مختاره، لا، شوف الفكره عامه كلها بتتكلم في ايه وتختار بناء على كده، عشان عايز الفكره العامه للمقال كله. هل الارقام العربيه وليده الحضاره العربيه، ولا الارقام الغربيه؟ الارقام الغربيه وليده الحضاره العربيه؟ لا، صح، ما كانش كده. الارقام الغربيه جزء من لغتنا؟ لا، ما حصلش. الارقام الغربيه طورت من ارقامنا؟ الغربيه هي اللي طورت؟ لا، ما حصلش. جمال اللغه العربيه، طبعا جمال اللغه العربيه، لان ايه بقى؟ لما ترجع كده تاني هتعرف ان الارقام العربيه ديت جزء من نسيج اللغه العربيه وهي متجانسه، وبعد كده قال لك هي قد ايه جميله، تمام. اما الارقام الغربيه الدنيا بايظه معاها خالص، وده دليل على ان الارقام العربيه او اللغه العربيه جميله. جمع نسيج، هنا بقى تقول لي بص، انت قلت لي المعنى وقلت لي اجيب المعنى ازاي، حلو جميل، بس انا عندي مشكله، الجمع بقى اجيبه ازاي؟ صلى على النبي. لا لا لا، صلى على النبي، صلى على النبي جامد، صلى على النبي، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجيب لك كلمه واقول لك اجمعها، اسمع هتعمل ايه؟ طبعا انت هنا لما تيجي تقول ايه، هتقول لي بص يا استاذ، بص، مناسج دي غلط اكيد، نسج تنفع، وانساج تنفع، ونسائج تنفع. انا مش بقول ان كلهم صح، لا، انت بتحس ان كلهم صح. فاعمل ايه؟ اجيب كلمه على نفس الوزن ده، كلمه من عندي على نفس الوزن، بس خد بالك، خد بالك من حاجه، عشان في ناس هتجيب كلمه وتطلع معاها غلط برضه. الكلمه دي لو غير عاقل اجيب كلمه على نفس الوزن غير عاقل، لو الكلمه دي عاقل اجيب كلمه على نفس الوزن عاقل، الكلمه دي لو صفه اجيب كلمه على نفس الوزن صفه، واجمع دي واشوف جمعها يبقى ايه، ويبقى جمع دي نفس الوزن. يعني في حد يقول ايه؟ نسيج. نسيج زي ايه؟ زي ايه؟ يقول مثلا زي وزير، يبقى وزير وزراء. نسيج. بص يا استاذ، اهي مش مكتوبه. اقول لك ما استنى، ما انا قلت لك، بس انت برضو نفذت غلط. قلت لك انا عاوز تكون على نفس الوزن، وعاقل تبقى عاقل، غير عاقل تبقى غير عاقل، صفه تبقى صفه، مش اي حاجه وخلاص. فنسيج غير عاقل، ما ينفعش تجيب وزير، ما ينفعش تجيب عميل، ما ينفعش تجيب رحيم، ما ينفعش، لازم تجيب ايه؟ حاجه غير عاقل. طب هات حاجه بقى غير عاقل زي نسيج، هتلاقي كلمه مثلا سرير. طب سرير جمعها ايه؟ سرر، دي مذكوره في القران، متكئين على سرر، متكئين على سرر، صح كده؟ سرر جمع كلمه سرير، يبقى نسيج جمعها نسج. ربما ما تكونش عارف جمع سرير ايه، فتقعد تفكر بقى في اي حاجه على وزن فعيل، بس تبقى ايه؟ تبقى غير عاقل، فتجيب وزن دي فتبقى وزن ديت، هتبقى جمع ديت نفس الطريقه. طيب الارقام الغربيه طوعت وطورت من ارقامنا، ولا طورت من ارقامنا بس، ولا طوعت من ارقامنا؟ كان مكتوب هنا اهي، بيقول لك ايه؟ اما الارقام الغربيه المستعمله في اوروبا والتي طوعت لا طورت من ارقامنا. طوعت لا طورت، اهو من النص، طوعت طوعت طوعت. هنا بيقول طورت لا طوعت، غلط. انا عايز ايه؟ طوعت
طوعت، يبقى طوعت دي، طوعت بس لكن ما طورتش. ذرات الارقام الغربيه اول ما ظهرت فيه كان قال لي في اوروبا ولا الاندلس؟ بيقول ايه؟ ان ارقامنا، اما الارقام الغربيه المستعمله في اوروبا والتي اول ما ظهرت فين؟ في الاندلس. يبقى الاجابه في الاندلس. على فكره القطعه دي مهمه على فكره، يعني مش بس اسئلتها، لا القطعه في حد ذاتها مهمه. تتميز الارقام العربيه عن الغربيه بانها متجانسه في ذاتها فقط، ولا متجانسه في ذاتها ومتجانسه مع حروف لغتنا؟ طبعا انت لما تقرا فوق هتلاقي ان هو قال لك الاجابه رقم ب ديت. قال ايه؟ متجانسه في ذاتها ومتجانسه كذلك مع حروف لغتنا. يبقى الاجابه متجانسه في الاثنين. تمام. قال العقاد. تعالى نعدي دوت وناخد تعال نشوف ده. كأن نوع الخيال، نوع الخيال ده ايه بقى؟ اللي هو بتاع الترم الاول ده، هيجي لك عادي في الامتحان. فبيقول كأن كل شيء ثابت في مكانه. فده كناية ولا مجاز مرسل ولا استعارة ولا تشبيه؟ فانت هتفكر في الحاجة الخيالية. هو المفترض يقول ايه؟ كل شيء ثابت في مكانه. كأن ده يا استاذ ده حاطط اداة اصلا تشبيه، فانا بدور في ايه؟ خلاص طالما اداة تشبيه يبقى على طول ايه؟ تبقى تشبيه. بس استنى، اداة تشبيه يبقى تشبيه بس مش تشبيه بليغ. يبقى اذا كان فيها حاجتين، يبقى تشبيه بليغ غلط ومجاز مرسل. تعالى بقى ايه؟ كأن كل شيء ثابت في مكانه، يبقى بيشبه الشيء، بيشبه الشيء بحاجه ماديه ثابته. الشيء موجود وحاجه ماديه مش موجوده، يبقى استعاره مكنيه. وبيقول لك ايه الفرق بين التشبيه والاستعاره بقى؟ الحاجتين اللي بشبههم ببعض موجودين يبقى تشبيه، اما حاجه المشبه موجود والمشبه به مش موجود زي دي تبقى استعاره مكنيه. طيب تعالى بقى ندخل على نص شعري مهم. فاروق شوشه اللي هو صاحب النص قبل الاخير في المنهج اللي هو باسم الشهداء. من فوق التبة في سيناء سقطت أحلام المخمورين المزهوين، داستها أقدام الأبطال المنصورين، قذفت بقايا الوهم الجاثم في سيناء، الوهم ابتلعته الصحراء، أنبتت الأرض الطيبة المخضوبة وردا يسقيه دم الأبطال. كلمة المخضوبة وبرضه من المعاني المهمة، بيقول لك ايه؟ كلمة المخضوبة دائما مخضوبة بالدماء، يعني ملونة بالدماء، يبقى ملونة. نوع الخيال في السطر الثالث. تعالى بقى نشوف دوت بقى عشان موضوع تشبيه واستعاره بتاع الترم الاول ده عشان ما تراجعش عليه. نوع الخيال في السطر الثالث. تعالى السطر الثالث بيقول ادي 1 2 3 داستها اقدام الابطال المنصورين. بيقول لك ايه هنا؟ هو استعاره ولا استعاره ولا استعاره ولا مجاز؟ فنشوف هي استعاره ولا مجاز اصلا. داستها اقدام الابطال المنصورين. فكده بيقول ان الابطال، اقدام الابطال هي اللي داست. طب استنى بس، انت عارف هتقعد تفكر يمين وشمال، هتقول لي يا استاذ طب بص هو شبه. على فكره انت ممكن تعملها صح بس فكرتك كانت غلط، وهقول لك دلوقتي انت تعمل ايه. شبه يا استاذ اقدام الابطال باشخاص بيدوسوا تبقى استعاره مكانيه. لا مش صح. انا ما بقولش مش صح ان هي استعاره مكانيه، لا انا بقول مش صح على ايه؟ على تفكيرك. ليه بقى؟ لان اصلا القدم كده كده بتدوس، فمش لازم اقول لك شبهها بشخص. فتعمل ايه بقى؟ تروح تقرا من البدايه علشان في حاجه ممكن ما تكونش واخد بالك منها، عشان دايما تلاقيني وانا بحل بقرا من البدايه. فبيقول لك ايه من البدايه؟ من فوق التبة في سيناء سقطت احلام المخمورين داستها اقدام. هي الاقدام دي داست على ايه؟ على الاحلام. يبقى شبه الاحلام بقى بشيء مادي بندوس عليه. الاحلام موجوده اللي هي داستها عايده على الاحلام، وشيء مادي مش موجود يبقى استعاره مكنيه. طيب انا عندي استعاره مكنيه، سر جمالها ايه بقى؟
تشخيص ولا تجسيم؟ انا قلت شبهها بايه؟ بشيء مادي، يبقى تجسيم، عشان كده معنوي بمادي. انت كنت ممكن تجيبها صح، بس الفكره كانت غلط، فعشان كده احنا بنعلمك هنا انك تعمل ايه وانت في الامتحان. لازم تاخد بالك من الابيات كلها، تقرا الابيات، ولما يجي يطلب منك حاجه اقرا الابيات معلش تاني، انت عندك كده كده وقت كبير عشان ممكن تبقى في حاجه فايتاك. اعتمدت المدرسه الواقعيه في الابيات اللي قدامك دي على الموسيقى الخارجيه، ولا وحده الوزن والقافيه، ولا الكلمات المعبره، ولا السطر الواحد؟ انا عايز اقول لك يعني ايه وزن وقافيه. الوزن لازم يبقى كده، البيت مقسوم لاثنين واخر حرف نفس الحرف. طب ده نفس الكلام؟ لا، يبقى غلط. بس ده اعتمد على ايه بقى؟ السطر الواحد، اهو زي ما انت شايف البيت كله عباره عن سطر، يبقى اعتمد على السطر الواحد. بما انك بقى خلصت المراجعه اساسا وما تعرفش التعبير بيتكتب ازاي، فتعالى لان انت عندك سؤالين مقالي في الامتحان. الامتحان هيبقى اختياري وعندك 2 مقالي. المقالي الاول ان انا هجيب لك، او في الامتحان يعني هيجيب لك سؤال مقالي اللي هو اسمه التعبير الوظيفي. والتعبير الوظيفي يا صديقي خد بالك من حاجتين، والله خد بالك من حاجتين وريح بالك بدل ما تقعد تذاكر في حاجات كتير. التعليق، اجيب لك بيت شعر زي كده واقول لك علق على بيت الشعر ده او على المثل ده في سطرين في 3، هتعمل ايه بقى؟ هتشرحه وبس. طب يا استاذ في كلمه صعبه، سيبك من الكلمه الصعبه وزود من عندك وحط كلام من عندك، المهم انك تلتزم بعدد السطور اللي هو قال لك عليها. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ده كده عليه 3 درجات. ادخل على اللي بعده. السؤال ده التعبير بقى اللي هو الابداعي اللي هو المفترض الكبير بيطلب منك حوالي غالبا 10 سطور غالبا يعني، وده هيبقى عليه 7 درجات. هتكتب ايه بقى؟ هو مدي لك الورقه والسطور موجوده، هتكتب على كل السطور، مش هتكتب على سطر وتسيب سطر، لانه اصلا الورقه تقريبا هيبقى فيها حوالي 15 سطر تقريبا، فانت ما ينفعش تكتب على سطر وتسيب سطر، هتكتب في السطور كلها. تحاول تكتب باحسن خط عندك وما تشخبطش وتعمل علامات ترقيم، تمام؟ ولو في عندك بيت شعر ولا ايه قرانيه ولا مثل حافظه ينفع يمشي مع الموضوع اللي انت بتتكلم عليه، اكتبه، هتاخد عليه درجه. تمام. طيب تعالى بقى نتكلم في حاجه بسيطه قوي ولكنها مهمه قوي. بس صلي على النبي. مش سامعك. هتقول يا استاذ انت هتهزر يعني يا استاذ، ما انت لازم مش هتسمعني يعني. هتسمعني ازاي؟ ماشي، ما انا عاوزك بس ايه، تصلي على النبي. صلي على النبي وتعالى نشوف هو راح فين. راح فين؟ تعالى نشوف الاسئله شديده الاهميه دي، عشان يبقى احنا كده كملنا ايه الجزء المهم اللي احنا كنا عاوزين نقوله لك. فين بقى الاسئله شديده الاهميه دي؟ ايوه، تعالى هنا بقى. بيقول ما اكرمت سوى المتفوقين عند وضع الا بدلا من سوى. اعمل ايه لما تيجي تحط الا؟ انا دايما بقول لك كده، اي سؤال بكلمك على الا لازم تعرف نوع الاسلوب. شيل سوى وحط الا. تعمل ايه بقى؟ تعرف نوع الاسلوب، شيل ما وشيل سوى واقرا اكرمت المتفوقين. الجمله ماشيه ماشيه، يبقى ناقص منفي، يبقى ده يعرب حسب موقعه في الجمله. اكرمت انا المتفوقين يبقى مفعول به منصوب بالياء، يبقى لما تحط الا لازم يبقى ايه؟ منصوب بالياء. ما اكرمت الا المتفوقين. خلي بالك قوي. عايزين جمع المذكر السالم لكلمه ادنى، كنت قايل لك في المقصور والمنقوص لما تيجي تسني وتجمع هما حاجتين بس اللي بتغير فيهم. على فكره انا قلت المقصور والمنقوص بطريقه حلوه قوي امبارح، فبرضه بقول لك تاني، هتخسر لو ما رجعتش الفيديو، هيفيدك قوي مع الفيديو ده، هتبقى تمام. فتعمل ايه؟ لو الكلمه دي هتجمع جمع مذكر تشيل بس الحرف الاخير وتحط الواو نون بس كده اهي، يبقى تختار دي، شلت الحرف الاخير وحطيت الواو نون، مفيش اسهل من كده. طيب كن الارقى تصبح الاعلى. المثنى المذكر، المثنى المذكر اولا لما بيطلب منك مثنى الكلمه ما بتغيرش فيها حاجه، بتنزل زي ما هي، بس تاخد بالك من ايه؟ هتحط الف نون ولا ياء نون؟ ده على حسب الاعراب. كن هيبقى كونا. كونا الف لسان ده هو اسمها المرفوع،
وخبرها يبقى الارقى، فالارقى يبقى خبر كان منصوب يبقى تحط له ياء نون. نفس الكلام تصبح من لا يصبح انت، والاعلى يبقى خبر اصبح منصوب يبقى برضه هتتحط لها ياء نون. يبقى انا عايز دي بليه نون ودي بليه نون، يبقى تختار كونا الارقى. خد بالك انا مش هغير حاجه اهو، الارقى لغايه هنا وادي ليه نون، الاعلى لغايه هنا وادي ليه نون، يبقى تختار رقم ب. سؤال مهم قوي. الشجرتان برضه سؤال مهم قوي. الشجرتان كلتاهما مثمره، كلتاهما تعرب ايه؟ بص، اول حاجه انت تيجي في بالك توكيد. خد بالك قبل ما تقول توكيد شيلها واقرا الجمله. الشجرتان مثمره تنفع؟ لا ما تنفعش. لو تنفع تبقى توكيد، ما تنفعش تعرب حسب موقعها في الجمله. تقول لي الشجرتان مالهم؟ الاجابه كلتاهما مثمره. يبقى دي على بعض خبر جمله اسميه، يبقى كلتاهما بس مبتدا ثاني. مضت السنون تلو السنين، اعراب السنين تعرب حسب موقعها في الجمله. مضت السنون تلو السنين. طبعا لو انت جيت كده لقيت الاعراب بالنسبه لك صعب تعمل ايه؟ استبعد. مفعول به ثاني؟ لا يمكن، ما عنديش اصلا فعل ايه بينصب مفعولين. طب خبر مرفوع، خبر مرفوع ازاي اصلا انا ما عنديش جمله اسميه؟ ففاضل ظرف وفاضل مضاف اليه. عارف انت مشكلتك في كلمه تلوى؟ تلوى يعني ايه؟ يعني ورا السنين، السنين ورا السنين، تبقى مضاف اليه مجرور. وعايز اقول لك على حاجه، الناس اللي هتروح تختار خبر مثلا، سيبك ان هي مش جمله اسميه وبتاع، الخبر كاتب لك خبر ايه؟ مرفوع. والسنين دي ايه؟ باليه نون، يا اكيد يا منصوبه يا مجروره، يبقى ما ينفعش تبقى خبر عشان الخبر يبقى مرفوع. مد يدك اصافحك. عند مخاطبه جمع الاناث قلت لك في الفيديو امبارح جمع المؤنث يعني تحط لها ايه؟ نون النسوه. طب يلا تحط نون النسوه. افتكر برضه قلت لك الحاجات اللي بتغير. نون النسوه دوت ضمير، تحدد الاول ده ضمير متحرك. طب والفعل اللي عندك ده فعل مضاعف، هل المتحرك بيغير ولا مضاعف؟ بيغير ايه؟ بيفك التضعيف. يبقى تفك لي التضعيف، يبقى دي غلط عشان ما فكش التضعيف ودي غلط عشان ما فكش التضعيف. الاثنين دول فك التضعيف. مين بقى فيهم اللي صح؟ ايه الفرق ما بينهم؟ هنا ايديكن وهنا ايديكم، هو عايز جمع يا جماعه، جمع مؤنث يبقى ايديكن اصافحكن، اما لو عايز جمع مذكر يبقى ايديكم اصافحكم. طيب السؤال الاخير، ان كلا الطالبين فائق. ان جعل كلمه كلا توكيد. توكيد خد بالك، خد بالك بقى من حاجه مهمه قوي في السؤال ده عشان هحط مع السؤال سؤال مهم قوي. لما اجيب لك ان بالذات كده كده انت هتقول ان الطالبين. طيب بص، ان الطالبين ماشي، وادي كلمه فائق. لو انا حطيت هنا كلمه كلاهما، طبعا انا عايزها توكيد يبقى لازم تبقى زي اللي قبلها تبقى كليهما، عشان دي اسم ان منصوب يبقى دي كليهما لازم تقلدها. بس تنفع؟ قال لك لا، ما انت لو شلت كليهما وقريت تبقى الطالبين فائق ما تنفعش، ما دي عشان تبقى توكيد لازم تليق انك تقرا كده، يبقى لازم دي تخليها ايه؟ فائقان، عشان يبقى اسم ان منصوب خبر ان مرفوع ودي تقلد اللي قبلها، يبقى ان الطالبين كليهما فائقان برقم ج. اما لو كان عاوزها، يعني لو كانت مكتوبه بقى ايه كده، مكتوبه كده ان الطالبين يطالب منك اعرابها الطالبين كلاهما فائق، او هو يعني طلب منك هنا ايه؟ نقط، فدي تكتب كلاهما مش كليهما. ليه؟ مع ان اللي قبلها يهنون. قال لك لان دي هنا مش توكيد، الطالبين فائق الجمله مش ماشيه، يبقى دي مش توكيد، يبقى تعرب حسب موقعها. تعرب ايه بقى؟ الطالبين مالهم؟ كلاهما فائق، اللي عمال نقولها كل شويه، يبقى دي خبر جمله اسميه، يبقى كلاهما بس مبتدا ثاني. فخد بالك قوي من موضوع كلاهما ديت لما تيجي في الامتحان، عشان تبقى توكيد لازم تبقى زياده في الجمله، تشيلها وتقرا، مشيت تبقى توكيد وتتبع اللي قبلها. طب ما مشيتش يبقى تعرب حسب موقعها في الجمله، وغالبا بتعرب مبتدا. صديقي احنا حاولنا نجمع لك المنهج بطريقه مبسطه، شرحنا لك القصه في تلت ساعه، اتفرج عليها لو ما شفتهاش اول امبارح بطريقه حلوه قوي قوي قوي.
شرحنا لك المنهج في ساعة ونص كامل بطريقة كويسة قوي وممتعة قوي، ولو قعدت ركزت هتفهم المنهج كويس قوي. وبعد كده نص ساعة النهارده لأسئلة مهمة جدا 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 عن الامتحان. تدخل الامتحان إن شاء الله وربنا يعينك ويوفقك، وهستناك تطلع من الامتحان وتسيب لي هنا كلمة حلوة تقول لي والله يا أستاذ ربنا يبارك لك، الشرح بتاعك والامتحان اللي ربنا وفقك، مش أنا، ربنا وفقنا، جه منه الامتحان وطلعت مبسوط وأولى ثانوي حلوة، وإن شاء الله مع بعض في تانية ثانوي. السلام عليكم.